أثار الحفل الأخير لراغب علامة في تونس ضجة كبيرة وجدلا واسعا، ليس فقط لأدائه المميز ولكن لظاهرة جديدة جذبت الأنظار: نزول بعض النساء إلى المسرح للرقص بطريقة مغرية بجانبه. ليلة واحدة لراغب في تونس كسب فيها 250 ألف دولار، ولكن ما خلف الكواليس قد يكون أكثر إثارة وصادم للكثير. تداولت بعض الأقاويل حول تخصيص راغب 20 ألف دولار للفتيات اللواتي يظهرن كمعجبات حيث يرقصن معه مقابل مبالغ مالية، بالإضافة إلى تحقيق الشهرة وزيادة عدد متابعيهم في حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الأسلوب يهدف إلى لفت الأنظار وجعل الحفل يتصدر الترند، مما يثير تساؤلات حول حقيقة هذه العروض. هل أصبحت الحفلات مجرد وسيلة لكسب المال، أم أن هناك خطة محكمة لجذب الجماهير؟ في كلتا الحالتين يبقى راغب علامة حديث الساعة، والمشاهدون بين متابع ومنتقد. ما رأيكم؟ هل هذا الأمر يضيف للحفل أم يقلل من قيمته الفنية؟